السلام عليكم. اليوم راح نديرو مع بعض فطائر روسيه بلا خميره تاع الخبز، بلا خميره تاع كسره، ما فيهمش كذلك مكونات بزاف. بالنسبه للمقادير، هنا عندي 500 غرام فرينه. 500 غرام فرينه بالكاس تجيكم 3 كيسان ونص. عندي 3 مغارف تاع زيت. عندي طبعا رشه ملح، شويه ملح، وعندي كاس تاع ماء. انا هذا الكاس راح يجيني بالضبط، يعني انا موالفه كي نديرهم هذا الكاس يجيني جوست. نبداو بسم الله على بركه الله. نخلط هذاك الملح اللي درتو مع الفرينه وميم طون ندخل فيها الهواء باش تجيني العجينه تاعي تجيني شويه خفيفه. ندير 3 مغارف تاع الزيت، 1 2 3. هنا عندي 3 مغارف زيت. نخلط مليح هذاك الزيت مع الفرينه، ونبقى نزيد في الماء غير بشويه. انكم تدركوها مليح. هنا بيسك يعني ما فيها لا خميره لا والو، راح نديرها فقط ترتاح، ما بيد ما وجدنا الحشو، ترتاح فقط ماشي تخلط، ما فيها لا خميره لا والو. فوالا هنا بالنسبه للحشو تبغوا تعمروه بالتكتوكه، تبغوا تعمروه اوليو. هنا درت انا لحمه مفروم فيوند اشي، تبغوا تعوضوها بلا ديند اشي ولا سردين فته ولا يعني كما تبغوا. هنا عندي لحمه مفروم، عندي حبه كبيره تاع بصل رقيتها، عندي خليط بين قزبر ومعدنوس، عندي هنا شويه تاع فلفل كحل، عندي كركم، وعندي هنايا فرماج رابي. كيما تقدروا ديروا فرماج تاع بورسيون ولا فرماج بلون ولا تاع ساندويتش. هنا كما راكم الاختيار. هنا المقله تاعي درت فيها شويه زيت، ندير فيه بصل، نديرها على النار حتى يتقلى البصل تاعي مليح. هنا البصل تاعي درتو على النار باش يتقلى. هنا ما بيد ما البصل تاعي تقلالي ومطوني يعني نعس فيه. هنا لا فيوند هاشي نديرها شويه ملح، نديرها شويه كركم تعطيني ذوق وتعطيني كذلك لون، نديرها كذلك شويه تاع فلفل كحل، شويه سكرجبير، وندير كذلك شويه تاع ثوم اون بودر ولا ثوم يعني حبات رابو زيت سمات تاع ثوم عادي. ندير معها شويه قزبر ومعدنوس، نخلط كلشي مع بعض. بعد ما تقلالي هذاك البصل ندير معاه لا فيوند هاشي تاعي، فوالا، ونخلط مليح كلشي مع بعض. هنا عندي ملعقه هريسه طبعا اختياريه،
هنا بعد ما يطيب الحشو نخليه يبرد تماما. هنا نروح للعجينه. هنا نحتاج شويه تاع فرينه. بسم الله. ندير العجينه تاعي نديرها بهذا الشكل، يعني نديرها كور صغيره شويه. تبغوا تكبروها، تبغوا نديرها صغيره باش يجوني ظراف. نقدموهم مع حريره ولا شوربه ولا انسوب ولا مع جو مع الحشيه ولا نوزوهات والخرجات، علاش لا. هنا درت الكرات ديروا لي. هنا مازالوا عندي يعني 2 كور. هنا نبدا باول خبزه نحلها ونغطيها باش ما يديروليش الخبز من الفوق. نبدا بسم الله نحلها رقيقه بشكل دائري. هنا بعد ما حليتهم نبدا نغمر في الحشو في الخبزه تاعي. نبدا نخدم بالزوج، يعني الا كان عندكم الوقت خدموهم كاع ما في ضربه واحده، والا ما كانش عندكم خدموا بالزوج او ميم راكم طيبوا فيه. ما يطيبوش في الفرن، يطيبوا فقط في المقله ولا في الطاجين تاع الطين ولا طاجين تاع الشخشوخه ولا تاع المحاجب ولا يعني عادي. ندير شويه فرماج كذلك الجبن، يعني يبقى اختياري كما تبغوا، النوعيه اللي تفضلوها. ومن بعد نقفل بسم الله. نقفلهم مليح بهذا الشكل. هلا من بعد باش يجيني الشكل تاعهم شباب نقلع هاد الحواف بالجراره تاع البيتزا معمله. هادو اللي شكلي نقلعهم عادي في الاخر نصور بهم خبزه واحده. فوالا هنا سي بون انا درت الطاجين، وانتم يعني اذا كانت عندكم مقله مولفين طيبوا فيها ولا ديروا مقله عادي. هنا عندي شويه تاع زيت، ندير شويه زيت بالبانسو ونحط الخبزات تاعي يطيبوا عادي. نحط ندير زوج مع بعض. فوالا ندير الخبزات مع بعض ونخليهم يطيبوا. نقص شويه للنار باش يطيبوا لي من الداخل. فوالا انا هنا قلبتهم الجهه الثانيه، نبقى يعني نحرك فيهم نفس الشيء. يعني كي نبغوا نقلبوهم من الجهه الثانيه نديروا شويه فقط بالبانسو تاع زيت في المقله ولا في الطاجين. كمل كاع الفطائر تاعي نطيبهم ونعاودوا نتلاقاو مع بعض في صحن التقديم. فوالا هنا كانوا هادو هما فطائر تاعنا اللي كنا حضرناهم مع بعض. هنا نقدمهم مع كاس عصير
خفيف بزاف، يجوا ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوهم. يعني كاين فقط ملاحظه هنايا بالنسبه لهاد الحواف، يعني كتبي طيبي فيهم يبانوا لك شغل ماهمش طايبين، ولكن هما راهم طايبين 100%، يعني عادي راهم طايبين مليح. فوالا مازالهم سخونين. اذا عجبتك الوصفه تاع اليوم ما تنساوش تدعموني بلي جيم، لي كومونتير، اشتراك في القناه مع تفعيل الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد. ومع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.